علمني ايش معنى التجارة عشان انا اتعلم منك. قال لي التاء توفيق من الله، وفي كتابه الكريم وما توفيقي الا بالله، والتوفيق عزيز على الله لم يذكر الا مرة واحدة. وعليك ببر الوالدين لانه مفتاح ذهبي يفتح كل الابواب من اسباب الرزق والتوفيق، بر الوالدين والاعمال الخير وصفاء النية. قلت له طيب الجيم 9 أعشار رزق أمتي. قلت في التجارة. قال والجسارة، التاجر جريء جسور مغامر يتوكل على الله في قراراته وعنده جراءة في أخذ قراراته. قلت له طيب الألف. قال لي الألف عمود التجارة وعمود الكلمة. طيب وش عمود التجارة؟ مسك يدي وهزها. قال لي التجارة أمانة أمانة أمانة، أمانة مع ربك، أمانة مع وطنك، أمانة مع موظفيك، أمانة مع عائلتك، أمانة مع نفسك. قلت له جميل. الراء. قال لي الراء الروية، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. حاول أنك تدرس موضوعك وتأخذ قرارك بجراءة، ولكن لا تستعجل في أخذ القرار. قلت له جميل. طيب الحرف الهاء. قال كل الكلام اللي قلت لك هبة يهب الله من يشاء. كل إنسان ود أنه جريء وموفق ومتريث وأمين، ولكنها هبة من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الرزق والتجارة هبة من الله سبحانه وتعالى.